السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتشرفوني في القناه ديالي قصه وعبره بالاشتراك ولايك وتفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وشي تعليق باش نبقى نجيب لكم الجديد. اليوم قضيتنا جبتها من مصر، من الدوافع اللي تخلي محمد يدير جريمه باش يعرف حق مرته. القضيه ديالنا وقعت في البحيره، واحد المنطقه سميتها كفر الدوار. بدات من البوليس كيتوصلوا بواحد البلاغ من السبيطار كيقولوا لهم فيه واحد السيد سميتو محمد جاب مراته اميره ديال العمر ديالها 18 عام، وكيقول لهم بان كانت باغا تركب البريز وهو يضربها الضو. منين كيدخلوها باش يقلبوها هنا كيكتشفوا ان السيده ميته، ولكن المشكل فين كاين هو ان السيده فيها بعض الكدمات ولحمها كله زرق بحال العلامات ديال العنف على هاد الجثه، فشكوا باللي هاد الشيء ماشي حديث، هذه جريمه. البوليس هنايا بداو التحقيق، والمشتبه الرئيسي طبعا هو راجلها حيت من غيره ما كاينش. ملي سولوا محمد قال لهم نفس الحكايه، اميره جات تركب البريز ضربها الضو، انا من لقيتها طايحه في الارض جبتها باش ينقذوها الا باقي تنقذ، وبالنسبه للكدمات اللي كانوا فيها انا ما عرفتش، لقيتها بحال هكا. هنا زادوا شكوا فيه بانه مخبي شي حاجه. البوليس بداو كيسولوا كيديروا التحقيقات ديالهم، واول واحد غيسولوا معاه هي العائله ديال اميره، خصوصا الام ديالها اللي كانت كتبكي بزاف بواحد الفرقه، وكانت كتقول وكتقطر الدات بزاف نفس الكلام، وكتقول الله بنتي تكويت عليك وانت باقا غير صغيره وضيعوا لك حياتك وقتلوك وانت حامله. هذه نفس الهضره اللي كانت كتقول الام ديال اميره. دابا نرجعوا للقصه ديال اميره ونشوفوا كيفاش بدات. اميره كانت عندها 16 عام وتزوجات ولد خالتها محمد، وهو اللي كانت عنده 26 عام. كان واحد الفلاح وعنده الاراضي والكسيبه كبيره. من بعد الزواج ولدوا واحد الوليد، من موراها حملات بالولد الثاني. ولكن السؤال هنا ان حياتهم كانت كتبان زوينه من الداخل ومن برا، ولكن للاسف هذا الشيء كان غير قدام الناس، حيت الواقع كان مر. دائما كانوا مدابزين وبيناتهم المشاكل، واخا اميره كدير ليه الخاطر وصابره، لكن هو كان عنيف معها لدرجه واحد النهار ضربها بواحد الخشبه حتى نفاذت بالدم. من موراها مشات لدارهم غضبانه، ولكن للاسف رجعت في الاخر عنده، وكانت كتفكر حتى في الطلاق. وفي نفس الوقت كانت كتقول بان الطلاق غادي غير يشتت لها شملها. كانت عندها فكره قديمه بزاف انها خاصه تصبر باش تبقى دارها وولادها مجموعين، حيت الصراحه كانت كتحس بان ما عندها حتى واحد اللي يوقف معاها ولا ينصحها. واحد النهار ما كتعيط ليها وما كيتجاوبهاش، كتضطر انها تعيط لمحمد وكتسولو على بنتها. كتقول لها ودي فينا هي اميره حيت كنعيط لها وما كتجاوبنيش. هنا كيقول لها راه ناعسه، لكن ما هنايا كتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، والخصوصا ان البنت كتنوض بكري وحادقه، واصلا حتى داك الوقت كان بكري ماشي ديال النعاس. هنا الام كتشك. المهم رجعوا دابا القصه ديالنا من الاول، بعد ما عرفتكم على القصه ديال اميره كيفاش تزوجات. اميره منين داها راجلها للسبيطار ولقاوها ميته. البوليس هنا كيتاكدوا بان محمد مخبي شي سر من مورا هاد الحادثه اللي مستحيل انها تكون حادثه. بعد الضغط عليه وبداو كيسولوه ويحقوا معاه، اعترف السيد بكل شيء، واعترف باللي هو اللي قتلها. قال لهم انا وياها كنا مدابزين هاد الصباح، انا كنغوت وهي كتغوت وحتى واحد فينا ما بغى ينزل، وبقيت كنضرب فيها بالجهد، ونسيت بانها راه حامله في الشهر الثالث بالولد ديالي، ونسيت بان كرشها بدات كتكبر شويه. محمد هنا كيقول لهم ولكن حاولت انني ننسى داك الانسان اللي فيا، ومشى جاب واحد السلك اللي حيد ليه الجبه وربط ليها يديها ورجليها. منين ربط ليها يديها ورجليها بداك السلك العريان مشى في البلاصه خشى في الضو، وهنا بدا كيعذبها ويحبس، يعذبها ويحبس، مره يطلق الضو مره يحبسه، حتى ماتت ليه بين يديه. حيت اميره كانت حامله وكان عليها الضغط وكان كيعذب فيها ما قدرتش انها تستحمل. هنا مسكينه فين كتموت. والله الا بعض المرات كنقول الحيوانات وكتكون عندهم الرحمه على بعضياتهم، وكاينين بعض الناس اللي ما كيرحموش نفسهم وما كيرحموش الناس اللي معاهم. ما علينا. المهم مين دار هذا الشيء كامل وتاكد بان اميره ميته، مشى السيد داها السبيطار. ملي كيقولوا لهم انها ماتت، هنا في البلاصه السيد بدا كيوجد في الوريقات باش يدير تصريح ديال الدفن، حيت ما ظنش ان هذه القضيه كلها غتوصل لهنايا. ولكن الدكتور رفض انه يعطيه تصريح ديال الجثه بالدفن، حيت الدكتور هنا كان كيشوف ان الجثه كانت مبهدله بزاف. هنا فين اضطروا انهم يعيطوا للبوليس. البوليس ملي كيشدوا محمد كيسولوه شنو السبب بالضبط ديال هذا المشكل اللي خلاك تقتل مرتك. هنا كيقول لهم بانها ما كانتش كتعطيه حقه الشرعي وما كانتش كتحترمه قدام والديه وكتصغر به قدام عائلتها. ولكن صراحه انا ما تيقتش هاد الهضره اللي قال لهم،
حيتاش كون ما كانتش كتحترمو ما تكونش باغا مسكينه انها تصبر وتبغي تجمع العائله ووليداتها مع راجلها ودارها. المهم هاد الجريمه كتبين لنا ان هاد النوع ديال الناس كيكونوا هما اصلا كيبغيو الاذى للناس اخرين، ماشي انهم غضبانين ولا طالع عليهم الدم ولا شي مشكل، ولا كيكونوا هما فيهم الجريمه في الدم ديالهم. عائله اميره كانوا كيطالبوا بالعداله وكيطالبوا بالاعدام لهذا الشخص اللي قتل لهم بنتهم وهي باقا صغيره 18 عام، راه باقا صغيره. محمد دمر عائله كامله، قتل مراته اللي كانت طيبه وظريفه وزوينه، قتل داك الوليد اللي كانت حامله به اللي هو ولده، وخلى داك الوليد يتيم بدون ام، واصلا هو غيدخل دابا للحبس. يعني داك الوليد خلاه للضياع. القضيه هنايا ترات وجا الدور ديالنا باش اننا نهضروا. اللي كيشوف الجيران ديالو كيبداو يتخاصموا في مشاكل اليوم غدا اليوم غدا، وكيكون الزوج او الزوجه وكيديروا داك العنف بيناتهم، لازم حنا نبقاو ندخلوا. ماشي بالضروره انا ندخلوا في العلاقه بين الرجل ومرته، ولكن على الاقل نمشيو نبلغوا باش ما يوصلوش لهذا المنظر البشع. كنتمنى ان شاء الله هاد قصتنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعوا مع اميره بالرحمه والاهل ديالها بالصبر. وإلا عجبتكم هاد القصه ما كرهتش شي تعليق وقولوا لي رايكم نتوما كيفاش جاتكم، وتفعيل خاصيه الجرس والاشتراك وشي لايك من عندكم. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.